لان انت الامتحان بتاعك الصبح، مش هيجيب لك الامتحان على السرير، يعني ده مش منطقي. ورساله لاولياء الامور، حاولوا تهونوا على اولادكم شويه. مش معقول يبقى واحد طول السنه بيذاكر وبيجيب اخر اخره وبيعمل اللي عليه ومش هيوصل. نيجي بقى لاخر حاجه، وحاجه مهمه جدا جدا، وهي المواد الغير مضافه. نذاكرها امتى؟ نتعامل معاها ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنتكلم عن أكتر الأفكار اللي بتأثر بشكل سلبي جدا على الطلبة في الفترة الحالية، وإزاي نخلص منها، وإزاي أصلا نتعامل معاها. معانا كام حاجة كده هنتكلم فيها، زي التأجيل، أنا عايز أجل السنة، أجل ولا ما أجلش، وإمتى أجل وإمتى ما أجلش، والتوتر، أنا خايف ما أوصلش، خايف ما أجيبش مجموع، والخوف والرهبة دي كلها، إحنا داخلين على الامتحانات. تالت حاجة النوم، نومي بايظ، مش عارف اظبط نومي، اعمل ايه، انام امتى واصحى امتى، كل ده كلام مهم. وفي الاخر هنتكلم عن المواد الغير مضافة للمجموع، الدين والوطنية، نسيب لهم كام يوم، نذاكرهم امتى، كل الكلام ده. فما تنساش تكمل الفيديو للاخر عشان مهم جدا، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان في فيديوهات كتيرة جدا مهمة الفترة الجاية. وخلينا نبدأ بأول مشكلة، وهي قرار التأجيل. قرار التأجيل هو أسوأ قرار هتاخده في حياتك، صدقني. اقسم بالله ناس كتير قوي ندمت ان هي اجلت، وانا شخصيا عرفت ناس مأجله السنه وندمانه دلوقتي ان هي اجلت السنه. وياما في فيديوهات فاتت كومنتات كتيره جدا لناس مأجله، وانا زعلان ان انا اجلت وذاكرت نفس المذاكره وراكمت برضه وما خلصتش المواد. كل ده قرار سيء جدا. ليه؟ لان انت خلاص، انت اصلا من قبل ما تتولد مجموعك مكتوب. خدت ثانويه عامه على سنه واحده، على سنتين، على 10 سنين، هتجيب نفس المجموع. اقسم بالله المجموع مش هيتغير، وانت نفس الشخص، وانت هتبقى محطوط في نفس الظروف تقريبا، ففي نفس الوقت هتمشي بنفس المستوى وهتوصل لنفس النتيجه. طب وليه؟ ليه تضيع من نفسك؟ ليه تضيع من عمرك سنه على الفاضي؟ ليه تضيع من عمرك سنه على الفاضي وانت ما استفدتش منها اي حاجه؟ راحت على الفاضي كده منك هباء، عشان خاطر انت دلعت واتمرقعت في اول سنه. هتيجي تاني سنه برضو والله هتتدلع وتتمرقع نفس المرقعه برضو. هنا في كذا نوع من الاشخاص. في شخص هو اتدلع وطول السنه وجاي عايز ياجل عشان هو ما عرفش يخلص المواد اللي عليه ورقم كتير. ده اوعى تاجل، اوعى تاجل، اقسم بالله اسوا قرار هتاخده في حياتك. لكن في شخص تاني اتعرض لظروف معينه، مرض بقى، حصل له حاله وفاه، حصل له حادثه، حصل له اي حاجه، ده ربنا عالم بظروفه وبحالته. فطبعا لازم ربنا هيعينه ان هو في السنه الجايه ان شاء الله يعرف يتعامل مع المواد ويعرف يمشي ان شاء الله باذن الله. لكن الشخص اللي هو كان بيتدلع طول السنه وجاي ياجل بسبب اهماله وعدم مذاكرته، ده اقسم بالله هيضيع حياته وهيجيب نفس المجموع. اقسم بالله والله هيجيب نفس المجموع. فلا، توكل على الله، دوس على نفسك وكمل السنه، اوعى تاجل. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه بقى، ومشكله كبيره جدا، وهي التوتر والخوف، وانا مش هوصل وانا مش عارف ايه. كل دي افكار سلبيه الشيطان بيهيئها لك ان انت خلاص مش توصل، لان انت الناس كلها ذاكرت وانت ما ذاكرتش، والجو ده كله. اهدى، اهدى، اهدى. انت طالما انت ذاكرت وعملت اللي عليك وبتبذل اقصى ما عندك، فحتما لازم ربنا هيجازيك خير. مش معقول يبقى واحد طول السنه بيذاكر وبيجيب اخر اخره وبيعمل اللي عليه ومش هيوصل. مش حاجه اسمها كده. انت اعمل اللي عليك وهات اخر اخرك، وحسن علاقتك بربنا. دي اهم حاجه في الفتره الحاليه، لان الحاله النفسيه للطلبه دلوقتي بتبقى مضغوطه جدا، والجو اللي حواليك والطلبه الناس كلها بتذاكر، والناس حلت 5 كتب والناس حلت 10 كتب، والجو ده كله ده بيضغطك انت نفسيا. فلازم تركز على علاقتك بربنا، صلواتك تصليها في ميعادها، لازم لازم، دي اهم حاجه. طبعا قراءه القران لازم. ورساله لاولياء الامور، حاولوا تهونوا على اولادكم شويه. ما تكونش انت مصدر الضغط والتوتر عليه. انت لو ما جبتش كذا انا هعمل فيك كذا، ولا ما جبتش كده يبقى انت ضعت وانت عملت وانت سويت. مفيش حاجه اسمها كده. هديه بالراحه، احنا معاك، كل ربنا يجيبه كويس، مش عارف ايه، كلام كده يهدي من روع الطالب. لان الطالب دلوقتي خايف جدا، خايف جدا لاقصى درجه. اقسم بالله الفتره دي فتره ضغطه جدا جدا يعني. فمالكش دعوه بكلام حد، مالكش دعوه باللي حواليك، ركز مع نفسك، علاقتك بربنا ومذاكرتك وبس. ما تشغلش بالك بقى هجيب مجموع كام وهعمل ايه. انت مالكش دعوه، ما عليك سوى السعي. اسعى واعمل اللي عليك وبس، مالكش دعوه باي حد ولا دعوه باي افكار. تمام. نيجي بقى لمشكله العصر حرفيا، الا وهي النوم. نومي متلخبط، نومي مش متظبط، وانا بنام الصبح وبصحى بالليل، والامتحان الصبح هركز ازاي وهحل ازاي والكلام ده كله. فلازم تظبط نومك. ظبط النوم شيء مهم جدا جدا جدا، لان الامتحان هيبقى الصبح مش بالليل، مش هيجيب لك الامتحان على السرير يعني. فاهم؟ فركز عشان الامتحان بيجي الصبح. فانت لازم تكون مركز في فتره الصبح دي من 9 ل 12، لازم تكون دي فتره تركيز وفي اقصى درجات التركيز، وتكون يفضل تكون بتحل فيها عشان تبرمج مخك ان في الوقت ده بيحل اسئله وبيكون في اقصى درجات تركيزه. طيب هنظبط النوم ازاي؟ في طرق كتير جدا لتظبيط النوم.
منها بقى اللي هي يقول لك ظبط النوم تدريجي، وكل يوم قلل ساعه، وكل يوم زود مش عارف نص ساعه، والكلام ده كله. كل ده كلام كويس بس مش هينفع معاك في الوقت الحالي. احنا عايزين حل بسرعه وينجزنا. طيب، هو الحل ان انت هتضحي بيوم. الفتره الحاليه مهمه جدا، ولكن فكره انك تضحي بيوم لاجل شهر من اهم شهور حياتك مفيش اي مشكله خالص. فانت هتضحي بيوم عشان تظبط نومك. ازاي؟ انا هفترض دلوقتي طالب بيذاكر بالليل من مثلا بعد العشاء لحد الفجر، وينام من الفجر لحد الظهر. انت هتعمل ايه بقى؟ انت هتذاكر بالليل عادي خالص، ولكن مش هتنام، او تنام مثلا من ساعه ل4 ساعات بس، ما تنامش اكتر من كده. اوعى تنام، اعمل اي حاجه في اليوم ده الا انك تنام او تكمل نوم. اوعى تعمل كده. انت هتنام ساعه او ساعتين، او يفضل ما حتى ما تنامش، تكمل اليوم، تطبق عادي زي ما انت وتكمل اليوم. طيب هنعمل ايه في اليوم ده؟ هنضيعه كده بقى هبان؟ لا، مش هنضيعه طبعا. اليوم ده مهم جدا. هنعمل فيه ايه؟ اسمع فيه شرح. اسمع شرح بتاع اي ماده مثلا انت بتحبها، او حل اسئله الماده انت بتحبها، لكن ما تضيعوش. اقعد اسمع فيه شرح، ما تذاكرش فيه، ما تقعدش بقى تذاكر مع نفسك. لا، انت اسمع شرح بتاع حد درس مثلا كنت مسقطه وعايز تسمع له شرح، وهكذا. او حل اسئله على ماده انت بتحبها بس. لكن المهم انك تقضي اليوم ده باي حاجه، وتعدي اليوم وخلاص، وتيجي بالليل هتلاقي نفسك بص مستنفذ الطاقه خالص ومستهلك وعايز تنام. هتروح نايم بدري من بعد العشاء لحد الفجر، وتصحى تكمل المذاكره، وهكذا. بس كده النوم اتظبط. فالنوم حاجه مهمه جدا، لازم يتظبط عشان الامتحان. نيجي بقى لاخر حاجه، وحاجه مهمه جدا جدا، وهي المواد الغير مضافه. نذاكرها امتى؟ نتعامل معاها ازاي؟ وايه الدنيا بالظبط يعني نمشي فيها ازاي؟ بص، اوعى تفكر فيها في الوقت الحالي. الشهر ده لازم تركز على المواد الاساسيه وبس، ما تفكرش في المواد الغير مضافه خالص، لان هي التفكير فيها دلوقتي مش هيفيدك بحاجه. وحتى لو ذاكرتها دلوقتي والله هتنساها، وانت ما استفدتش اي حاجه بالمعلومات. فانت ركز ان هي هتسيب لها مثلا ايه، 3 ايام. هي امتحانها يوم 15/6، انت هتسيب لها يوم 12 و13 و14 بس، مش اكتر من كده. وما تشغلش بالك بيها. هتسيب يوم ونص للدين ويوم ونص للوطنيه، خلص الموضوع. الدين كان فيه تقريبا سوره النور وسوره المطففين، هتحفظهم في اليوم ونص دول. وهتسمع مراجعه لاي مدرس عربي بقى على اليوتيوب، بينزلوا شرح الدين على اليوتيوب لكل الطلبه، فهتسمع حد بيشرحه وخلص الموضوع بس. وتحفظ مثلا كام حديث كده من الكتاب وخلص الكلام. ما تقعدش بقى تشغل بالك فيهم من دلوقتي وتفكر فيهم وهذاكرهم دلوقتي وهذاكرهم امتى. لا، انسب لهم 3 ايام، كل ماده يوم ونص، وخلص الكلام بس. وفي الاخر عايز اقول لك، اعمل كل اللي عليك وهات اخر اخرك، وركز بس على السعي. مالكش دعوه بالنتيجه ولا الامتحان وعامل ايه فيهم، كل الكلام ده كله لا. ركز على السعي، وانك بتعمل كل اللي عندك وتذاكر باقصى ما عندك. اللي يقول لي بقى ذاكر كام ساعه، ذاكر كل اليوم، ذاكر اليوم كله حرفيا. يعني انت قاعد طول اليوم بتذاكر، انت اصلا طالب، وظيفتك ايه؟ بتذاكر وتعبد ربنا بس، ما تعملش حاجه تاني. فربنا معاك ويوفقك. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، عشان في فيديوهات كتير جدا مهمه الفتره الجايه، خاصه بقى بالامتحان واللجنه، ونعمل ايه قبل اللجنه وبعد اللجنه، حاجات كتير قوي مهمه. وبس كده، سلام.